أهلا بكم في الحلقة الرابعة من الوجوه الخفية للحكام. اليوم نقترب من أكثر النماذج تطرفاً في تاريخ الحكم. حكام لم يكتفوا بالسلطة، بل أرادوا شيئاً أكبر، أن يتحولوا في عيون شعوبهم إلى رموز مقدسة لا تسأل ولا تنتقد ولا تلمس. كوريا الشمالية، عائلة تحكم بالعزلة والخوف الجد. كيم إل سونغ قدم نفسه للشعب كمبعوث سماوي صاحب قداسة خاصة. جعل تاريخ ميلاده بداية التقويم الكوري. منع تماما دخول الكتب والجرائد الأجنبية. جعل للتلفزيون قناة واحدة فقط تعمل بضع ساعات في اليوم، لتكون الرسالة واحدة والصوت واحدا والرؤية واحدة. الأب كيم جونغ إل. ألقاب طويلة: الشمس المشرقة، القائد العزيز الذي لا يقهر. اخترع وجبة عادية مثل الهامبرجر، وادعى أنها اختراع قومي جديد. عاش في ترف خيالي: لحوم نادرة، كافيار، أفخم أنواع النبيذ. خطف مخرجين وممثلين من كوريا الجنوبية لصناعة أفلام خاصة به. امتلك مكتبة أفلام تقدر بالآلاف. الحفيد كيم جونغ أون. يعشق الجبنة السويسرية لدرجة الإدمان رغم مشاكله الصحية والسمنة. يخاف من الاغتيال بشكل مرضي. يغير مكان نومه باستمرار. لا يركب الطائرة، ويفضل قطارا مصفحا خاصا به. يحب السيارات الرياضية ويجمعها بكميات كبيرة دون أن يستعملها. يعشق أفلام الكرتون، خصوصا توم وجيري، وكأن عالمه الحقيقي خليط بين السلاح النووي والرسوم المتحركة. وفي النهاية، شعب كامل محروم من الإنترنت الحقيقي، يعيش داخل شبكة داخلية محدودة، ومن يحاول تجاوز الحدود يدفع ثمناً رهيباً. هتلر وصدام: خوف من التسمم ونباتية وروايات رومانسية. هتلر رغم قسوته ودمويته كان يعاني من فوبيا التسمم. يعين أشخاصاً يتذوقون الطعام قبله. يتبع نظاماً نباتياً لا يأكل اللحوم. ينام قليلاً ويعيش على التوتر والحقن والمسكنات. صدام حسين يتشابه معه في هاجس الاغتيال بالتسمم. يغير الطباخين، يبدل أماكن نومه باستمرار. لا ينام ليلتين متتاليتين في نفس المكان داخل القصر. لا يثق إلا في أطباء معينين، ويحب الاعتماد على الطب البديل. كتب روايات رومانسية وقصائد، أشهرها رواية زبيبة والملك. نشرت باسم مستعار، لكنها كانت معروفة أنها من تأليفه. معمر القذافي: الخيمة، الحرس النسائي، والغرابة المطلقة. القذافي رئيس ليبيا السابق، رجل جمع بين الغرابة السياسية والشخصية. حرسه الشخصي يتكون من نساء فقط، يختارهن طويلات القامة، ويطلق عليهن أسماء خاصة. يعشق الظهور بثياب غير تقليدية، عباءات ملونة، أزياء مطرزة، بدلات غريبة، كلها أوسمة ونياشين. يرفض المبيت في الفنادق الفخمة، ويفضل أن ينصب خيمته أينما ذهب، حتى في الدول الغربية. كان مولعا بوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، وقدم لها هدايا باهظة الثمن عندما زارت ليبيا. الخلاصة الكبرى من كوريا الشمالية إلى ليبيا، ومن هتلر إلى صدام، نفهم أن السلطة حين لا تراقب
قد تتحول إلى عالم مغلق يعيش فيه الحاكم داخل فقاعة من القداسة والترف والخوف في نفس الوقت. وراء كل لقب عظيم إنسان يحمل عقداً وهوساً وميولاً وأحلاماً وأحياناً كوابيس. بهذه الحلقة نكون قد فتحنا معاً نافذة صغيرة على الوجوه الخفية للحكام. ما عرضناه ليس إلا جزءاً من بحر كبير من القصص والتفاصيل. إن أحببتم هذا الأسلوب يمكننا أن نكمل السلسلة بحلقات جديدة عن حكام آخرين، أو نخصص كل حلقة لحاكم واحد فقط نغوص فيها أكثر: طفولته، عقده، عاداته اليومية، وكيف أثرت في قراراته الكبرى. اكتبوا في التعليقات: نريد موسما ثانيا، واذكروا لنا اسم حاكم تحبون أن نبدأ به. ولا تنسوا، هذا التاريخ ليس للتسلية فقط، بل لنتعلم أن الإنسان أيا كان منصبه له جانب خفي، وأن من يحكم مصائر الشعوب قد يكون داخله صراع لا يقل عن صراع الدول. أصدقائي، صديقاتي، متابعي الكرام، شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء. مع السلامة.